كما فاز البطل المغربي عز الدين النويري بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الجلة محققا رقما قياسيا عالميا جديدا. منح البطل المغربي عز الدين النويري بلاده ذهبية جديدة في دورة الألعاب البارالمبية التي تحتضنها العاصمة الإنجليزية لندن. النويري فاز بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الجلة محققا رقما قياسيا عالميا جديدا ب13 مترا و10 سنتيمترات، وتعد ميدالية البطل عز الدين النويري ثالث ميدالية من المعدن النفيس يحرزها المغرب في هذه الألعاب حتى الآن. Nuri was all smiles outside the Olympic Park in London on Wednesday. The previous evening, Nuri had won Paralympic gold in shot put, setting a new world record in the F34 category with his throw of 13 metres and 10 centimetres. Nuri, who is also a javelin thrower, smashed the previous world record by 1 metre 53 centimetres and said he was very proud to have won gold for Morocco. I'm so happy and I thank God for giving Morocco its 4th medal, which means Morocco is in 26th place among the 165 countries, and this is not an easy thing. This result was not easy to achieve. I've been taking part in international events for 5 years, and that's how I qualified to take part in the Olympics. And I've now won this medal, which I dedicate to the Moroccan people. دورة عربية اللي هادو اللي أهلوني وساهموا باش تأهلت الألعاب الأولمبية وجبت إن شاء الله الحمد لله بهذه الميدالية. The North African nation have sent their largest ever Paralympic team to London 2012 with 30 athletes attending. Hamid Al Onoy hopes the success achieved at these games will help improve the standing of disabled athletes in the country. If we want to achieve more results and more medals in the Paralympics in Rio 2016, we have, in the Arab countries, to treat the disabled athletes the same way as we treat the disabled ones in the preparations and the training camps. Morocco have also won medals in the F40 category of discus and the T13 400 metres event so far. في الملعب الأولمبي كان هو الأول في مسابقة رمي الكرة الحديدية وفاز نتيجة وأداء على كل المشاركين وصعد إلى منصة التتويج، وكانت الفرحة فرحتين: الفوز بالذهب وتحطيم رقم قياسي العالمي. هو البطل الأولمبي عز الدين النويري 26 سنة، انتظر محاولته الثانية وبكل ما أوتي من قوة دفع الكرة الحديدية نحو الأمام واستقرت في مكان تجاوز خط 12 متر، وأدرك عز الدين النويري أنه أنجز رقما عالميا لم يدركه أي أحد: 13 متر و10 سنتيمترات. الثاني هو الإيراني محسن قايدي، سجل في المحاولة الرابعة 12 متر و94 سنتيمتر واكتفى بالمركز الثاني وميدالية فضية. وانتظر الكل المحاولة الخامسة الفرنسي تيغي سيبون، ومن خلال ردود فعله سجل فقط 12 متر و16 سنتيمتر. وتم الإعلان عن تتويج المغربي عز الدين النويري بالذهب الأولمبي وبالرقم القياسي العالمي 13 متر و10 سنتيمترات. نوع إعاقة عز الدين النويري هو شلل دماغي خفيف، حاصل على البكالوريا وحامل الدبلوم في الميكانيك والمعلوميات. نستمع للبطل. الحمد لله، هذا ماشي حاجة عادية لأنك بتجيب ذهبية وبرقم قياسي، وهذه ظاهرة الحمد لله اللي شدينا احنا دابا المغاربة الحمد لله لحد الآن 3 ميداليات ذهبية كلهم بأرقام قياسية، وواحد الشعور ما توصفش، وبالخصوص لما كتطلع لمنصة التتويج وكيتعزف النشيد الوطني ديال بلادك، واحد الشعور ماشي سهل لنا. اي واحد كنا كنشوفوه كيبان لك حاجه عاديه، ولكن ملي كتطلع لديك المنصه كتولي واحد الشعور خاص. كانت جلسة حميمية جمعت الأبطال بمدربهم، وكانت الالتفاتة تحمل من النبل الشيء الكثير نحو الأطر التي سهرت على تدريبهم. إنه الوفاء في أبهى تجلياته.